ابو الوفا، ابو الوفا. انت عصفور، عصفور. ايوه يا ليك. ايه الهباب اللي انت مشغله ده؟ ده مهرجان مهرجان الكدبه الكبيره. الكدبه الكبيره؟ ما تشغلي انت بسكوتايه مقرمشه ونجيب بسكوت ونفرفت على بعض. يا ريت. اطفي الزفت ده، بوظت لي وداني. حاضر حاضر حاضر. ابوك فين؟ لا، عاوزك تعالى، يلا. ميرسي يا نونا، طبعا شكرا يا حبيبه قلبي على الكلام اللطيف ده. بس عايزه اوضح حاجه مهمه قوي، وهو موضوع يا جماعه الجمال ده نسبي. واللي اهم منه ان يكون في صدق في المشاعر، يكون في قبول علشان تدخلي قلوب الناس. مش كل الحلوين هيبقوا مشهورين، ما كانش حد غلب يا نونا. وميرسي طبعا على كلامك اللطيف. انا يا ستي عندي فيلم كمفاجأة مش عايزة اتكلم عنه دلوقتي، ومع نجم انتوا بتحبوه قوي قوي قوي، بس مش هقول اسمه. اكيد هتتابعوا وهتعرفوا اسمه، واللي بيتابعني هيعرف كل الاخبار اول باول، اللي مش بيتابع بقى هو اللي مش هيعرف. قريب قوي هتعرفوا اسم الفيلم واسم النجم اللي كلكم بتحبوه قوي. انا واثقة جدا انه هينجح نجاح. سارة، يا سارة، يا سارة، في ايه يا ماما؟ وانت عماله تندهي على ميت؟ يا اختي لو كان ميت كان زمان قام. عماله انادي عليكي من البر عشان تقومي تتغدي معايا، لكن سرحانه في الزفت ده. مش عايزه اكل. مالك يا حلة امك؟ في ايه يا حبيبتي؟ يعني انت مش عارفه مالي؟ بقالي 4 سنين متخرجه من معهد وما اشتغلتش حتى في اعلان. يا حبيبتي ما انا ياما قلتلك ابدأي تشتغلي اي حاجه، روحي مكاتب الكاستنج ان شاء الله تطلعي في دور كومبارس. لو سمحتي يا ماما، انا قلت لك 100 مره ما اسمهاش كومبارس، اسمها ادوار مساعده صغيره بس مهمه جدا. حمقة امك دي هي اللي جايبه لك الكافي. خليكي يا اختي كده قاعده على السرير وعماله تتحسري وتندبي في حظك. يا ماما ايه تاني؟ انا عارفه ان انت هتفهميني يا ماما. انا امكانياتي كبيره قوي، وكلام دكاترتي عني في المعهد بياكدوا لي كده. انا عارفه ان هو غلط ان انا اقيم نفسي، بس كل دكاترتي كانوا بيقولوا ان انا هبقى ممثله شاطره قوي، بس ممثله شاطره زي دول، زي لارا عمران. بصي عشان انا ضغطي بيعلى لما بتكلم في الموضوع ده. ساره مش هتبقى زي لارا، هي ما عندهاش اللي عندك. انت موهوبه وشطوره والاساتذه بيتكلموا عنك كلام حلو، لكن مش هتعرفي تعملي زيها. ليه يعني؟ عشان مش هتعرفي تعملي زي اللي هي بتعمله. قومي بقى يلا اطفحي وسيبيها على الله. يا ستي قلت لك مش عايزه اكل. وانت فاكره لما ما تاكليش هتبقي زي لارا؟ زي لارا؟ انا ابقى زي لارا؟ انت قصدك ايه يا حميده؟ قصدك ان انا بغير منها وبحقد عليها؟ لا يا حبيبتي، انا لا بغير منها ولا بحقد عليها. انا بس عايزه فرصه واحده من الفرص الكتير اللي بتجيلها دي، والجمهور بقى ساعتها هو اللي هيحدد مين فينا اللي شاطر ومين فينا اللي موهوب. اكيد يعني هناك فرق.